تعالى اقول لك على اكتر 5 اخطاء بتعملهم في المقابله. اخطاء لما بتحصل في المقابله للشغل، لو بتقع في اي واحده فيهم فرصتك بتقل للربع. ايه هي الاخطاء دي؟ اول حاجه ممكن تعملها غلط انك تتكلم كتير بدون هدف او بدون وضوح، فاللي قدامك يتوه. لازم تركز على النتائج. تاني غلطة انك تكون ما تعرفش اي حاجة عن الشركة اللي انت رايح تعمل فيها المقابلة. لازم تكون قاري عن الشركة وعارف ايه الخدمات اللي بيقدموها وايه طبيعة الشغل عندهم. تالت غلطة انك تقول انا بشتغل في اي حاجة. مفيش حد بيشتغل في اي حاجة، لازم تكون واضح ومحدد. رابع غلطة بقى انك ما تكونش عندك امثلة نجاح جاهزة علشان تقولها للشخص اللي بيعمل معاك المقابلة. واخر غلط ممكن تقع فيه انك تكون بتتكلم بصوت واطي او بتوتر زيادة. خلي بالك، الانترفيو مش اختبار، ده انطباع ومهارات تواصل وتركيز على القيمة اللي انت هتضيفها للشركة. لو عايز تعرف ازاي ترد على باقي اسئلة الانترفيو او تتعامل مع الشخص اللي بيقابلك في الشركة، تابع بقية الفيديوهات اللي جاية.